ومنتخب مصر وفضيحة كروية يسقط أمام المنتخب الأردني ب3 أهداف مقابل لا شيء. بجد يا جدعان، في البطولة العربية الجميلة المحترمة دي اللي احنا كنا متفائلين ان منتخب مصر يعمل فيها حاجة، للأسف ما كسبناش فيها ولا ماتش وجبنا فيها جون واحد بس. متخيل منتخب بحجم منتخب مصر يا جماعة يطلع تقريبا تالت المجموعة؟ ازاي يا جماعة؟ ازاي يا جماعة؟ ده اللي بيوضح لك يا جماعة عندنا الكورة في مصر ووصلت لايه، كواليتي اللعيبة بجد وصل لايه. لا، مهزلة سواء في منتخب مصر التاني او حتى الاول. وصدقني ده مؤشر عشان يمكن نفوق ونحاول نهتم بمنتخب مصر الاول، عشان ما نطلعش برضو حصالة المجموعة في كاس العالم مع انها مجموعة سهلة. ده انذار خطر يا جماعة. اشتغلوا، بصوا بجد للمنتخب، بصوا بجد للعيبة. يعني اشتغلوا يا جماعة، اشتغلوا شوية. حرام كده، والله حرام، والله حرام. اقول ايه واعيد ايه وازيد ايه؟ على رأي والله كابتن مدحت شلبي في MBC مصر كان بيعلق على الماتش. حزين وكلنا بجد يعني متضايقين. شكل المنتخب مؤسف جدا جدا. حتى والله شكل المنتخب الاول ما يطمنش، ودي لعيبه يا جماعه المفروض حتى اللي بيلعبوا في منتخب مصر التاني بياخدوا ملايين. معلش، حتى اللعيبه اللي موجوده مش في الاهلي ولا في الزمالك، كل واحد بياخد له 40 و50 مليون. ولو انت مش موجود في الاهلي او في الزمالك، يجي مثلا الاهلي ولا الزمالك يشتريه يقول لك 50 و60 و80 مليون. بامانه مفيش لعيب يا جماعه في مصر يستاهل 2 3 مليون جنيه. واكتب لي رايك في الكومنتات، هل انت شايف كواليتي اللعيبه سواء قفشه ويلي وياسين مرعي واللعيبه دي يستاهلوا المبالغ والفلوس اللي بياخدوها؟ اكتب لي في الكومنتات رايك.